سحبها من ايديها بهدوء، وخد طفله وبدأ ان هما يركبوا العربية. وهي كانت بتبص من الشباك بملامح دهبلانة ومرهقة، وبتفتكر كل طفولتها وهي ماشية على الطريق. ابنها كان مبسوط جدا، كان أول مرة يشوف الحاجات دي، أول مرة يشوف النيل، أول مرة يشوف البحر، أول مرة يشوف الدنيا، أول مرة يشوف الناس، أول مرة يعرف إن في شخص أسمر وأبيض، أول مرة يعرف إن في اختلاف في البشر، أول مرة يعرف إن الدنيا جميلة، أول مرة يشوف مكان غير القصر، أول مرة يشوف شوارع، أول مرة يشوف محلات، أول مرة يشوف الدنيا. كان كل ما يوصلوا مكان مختلف كان جبل يسأل مامته هو ايه ده، وهي كانت تجاوب عليه وتقوله اذا كان ده شارع محل اي حاجة، وهو كان يكون مبهور جدا بالحاجات دي ويكون فرحان قوي بيها. ومامته تبتسم، واللي هي آسيا اللي هي أحسن وأجمل أم. بعد كده وقفوا هما قدام الحفلة، بدأوا إن هما ينزلوا منها. آسيا نزلت بكعبها العالي، وحازم مسك ايديها، وكالعادة تبقى المظاهر كما هي. أول ما يخرجوا الصحفيين كلهم يتلموا حواليهم ويفضلوا يصوروا ويصوروا، ووسط ما هي مستغربة، لكن طبعا لازم تتصنع وتبقى مظهرية زيها زيهم، وتكون محبوبة عشان تبان ان هي بتحبه زي ما هو بيحبها، وما يكونش فيه اي خلافات عشان ما يشكوش، وحازم يضربها ويعذبها اكتر. بياخدها وبيسحبها من الحفلة، وبيكون واضح في عيونه الحب ليها المزيف طبعا. وبياخد ابنه معاه، وبيقفوا هما في الحفلة. بيلاقي هو فهد، لكن بيلاقي معاه أسيل، وهو عارف كويس جدا إن أسيل تبقى صاحبة آسيا. فأخد آسيا على جنب. آسيا راحت قالت له ايه ده، دي أسيل، أسيل هنا. أيوة، بس مش عايزك أشوفك معاها. لأ، أنا لازم أروح لها. سابته ومشيت، لكن هو مسكها من ايديها وزقها الناحية التانية وبصلها بحدة وقال لها انا قلتلك مش عايز اشوفك معاها، وانت مش مسؤول عني ولا عن قراراتي. مش كفاية العنف اللي انت بتضربهولي، كمان انت عايز مسؤول عني وقراراتي، عاوز تنحي شخصيتي صح؟ انا مش عايز انحي شخصيتك ولا حاجة، بس انت لازم تكوني بيرفكت. يوه، انا مش عايزه اكون شخصيه بيرفكت، مش عايزه اكون كل حاجه اقول عليها حاضر ونعم، مش عايزه اكون انسانه عاديه. برغم اللي انت بتقوله ده مش انسانه عاديه، الانسانه العاديه مستقله بذاتها، لكن انا عايشه معاك في جحيم. انت بتعمل ايه غير انك بتضربني وبتهني وبتكسرني؟ ف حاجه حازم، انا عمري ما كرهت قد ما كرهتك انت. انا حتى بابا ما كرهتوش زي ما انا بكرهك دلوقتي. باباكي ليه؟ ما يخصكش. بس كل اللي اقدر اجاوب على سؤالك ان اقولك ان هو ما يختلفش عنك كتير. بيسحبها وبيقول لها بصي يا اسيا، انا ماليش دعوه بكل الحوارات دي، انا مش شريكي، وليا عند ابوكي حق كتير، وانا باخد حقي دلوقتي، واخده بقى بالطريقه اللي انا عايزه. انتي بتتباعي. عارفه لو كان في سوق كان ابوكي باعك فيه. عارفه السوق اللي كان بيبيعوا فيه النساء اللي انتي بتقولي مستقله بذاتها؟ عادي، كنت هاخدك عادي منه، او غيري كان هياخدك. كل واحد هيعمل اللي على كيفه واللي على مزاجه. تمام يا انثى يا مستقله بذاتك انتي. هضطر اني امشي دلوقتي. باي باي. سابها ومشي وسط ما هي فاتحة بقها بصدمة، لكن وهو مشي خطوتين قالتله ماشي. وانت يا استاذ حازم، دلوقتي بقى المرأة بقى ليها حقوق، اللي بتتباع في السوق بقى ليها حقوق. ولو انا رحت وقلت لهم انك بتضربني بالشكل ده عشان خاطر شهواتك، عارف ايه اللي هيحصل لك؟ بصلها وقربها بعصبية